طبعا كلنا عارفين ان احنا بنعمل العدس في الشتاء علشان خاطر يدفينا، لكن المرة دي هنعمله في الصيف علشان يرطب علينا كده وطعمه تحفة. ازاي؟ دوسي لايك وتعالي اقولك هنعمل ايه. هاتي حلة، حطي فيها شوية من الزيت يسخنوا، حطي بطاطس، طماطم، جزر، بصل، كام فص من الثوم. هقلب كل الخضار ده مع بعضه لحد ما احس واشم ريحة الثوم خلاص طلعت. هنزل عليه بكوباية من العدس الأصفر المغسول ومتصفي كويس من المية بما يعادل ربع كيلو بالظبط. هحط العدس بتاعي مع الخضار وهفضل اقلب فيه لحد ما ريحه العدس عندي تطلع، يعني تفضلي تقلبي كده لحد ما تبتدي تشمي ريحه العدس. اول ما تشمي ريحته ضيفي بقى البهارات بتاعتك، حطي ملح وفلفل وكمون وشويه من الشطه. طبعا الشطه اختياري بس هي بتدي طعم حلو قوي. هقلب بقى كل البهارات مع العدس بتاعي والخضار، وبعد ما اقلبه كده واحس ان البهارات خلاص والخضار خد من بعضه هزوده ميه من الحنفيه عاديه جدا، نفس البوله اللي كان فيها العدس، يعني مش هناخد مواعين كتير. هغطي العدس بالخضار كده بالميه، وبعدين هقفل عليه الغطا لحد ما يغلي كده وياخد ويدي مع بعضه. اول ما يغلي اول غلوه هديله تقليبه كده علشان الخضار عندي ما يلزقش في الحله بتاعتي. وعايزه اقولك لو انت بتعملي دايت او مقلله اكل بلاش تعملي الوصفه دي واطلعي بره الفيديو ما تتفرجيش، لان انت هتاكلي منه كميه رهيبه مش تقدري توقفي خالص. هفضل كده اقلب فيه رايحه جايه لحد ما احس ان البطاطس عندي والجزر استووا خالص. بعد ما يستوي خالص انا عايزه البطاطس والجزر عندي مستويين على الاخر مهريين خالص. سيبيهم دقيقتين كده يهدوا او شويه كده حلوين، وبعدين اضربيهم بالهاند بلندر او بالخلاط واستني لما يهدوا علشان الخلاط بتاعك ما يبصي، وكمان الهاند بلندر ما يفرقعش كده حاجات في وشك من العدس وتبقى سخنه. اهدي شويه على العدس لحد ما يبرد. حطي بقى المكون السحري اللي هيودي العدس بتاعي في حته تانية، معلقتين من الرز مغسولين ومتصفين كويس قوي من الميه، وهضيفهم على العدس بتاعي وهفضل رايحه جايه اقلب فيهم، مش هسيب منهم ايدي خالص لان مفيش ميه عندي، هو بيستوي في العدس الرز. لو سيبنا ايدينا هيلزق في الحله من تحت وهيشيط مش هيبقى حلو، فاحنا لازم تفضل ايدينا فيه كده نقلب فيه لحد ما يبقلل كده. طول ما هو بيبقلل كده تفضلي تقلبي فيه بالراحه علشان ما يفرقعش في وشك، كانك بتعملي رز بلبن. بتلاقي فقاقيع كده وبتلاقي كمان الحجم بتاعه او السمك بتاعه تقل. تقدري بقى تعملي هنا تيست للرزايه عندك. اول ما تحسي ان الرزايه خلاص استوت خالص كده اتهرت، هو ده المطلوب. هنعمل له بقى الطشه القمر الحلوه التحفه، كام فص من الثوم المفروم مع شويه من الزيت، هحمرهم وانزل عليهم بالعدس بتاعي. وطبعا عدس يعني بتنجان بطاطس والعدس القمر بتاعي وشويه من البصل كده بالخل. عايزه اقولك ان الربع كيلو عدس عملوا معايا 5 اطباق، وشويه من العيش الحلوين بقى كتير كتري يعني، لان انت هتاكلي كميه رهيبه مش تقدري بجد تحوشي نفسك من الاكل. العدس عندي تحسي بصي عامل زي الرز بلبن كده. العدس ده بيتاكل ساقع من التلاجة، يعني بعد ما تصبيه في الاطباق سيبيه يبرد خالص وبعدين دخليه التلاجة يسقع وطلعيه، هتاكلي منه اكل بكميات رهيبه هيعجبك قوي وهيعجب ولادك، وكمان بسيط واقتصادي وطعمه تحفه وريحته طول ما انت بتعمليه قلب الدنيا. حته فلفل على حته بتنجان وبطاطسايه، يعني اكل ممتع جدا ربنا يديمها علينا نعمه. بتمنى ان انتوا تجربوه. ما تنسيش تشتركي في القناه وتدوسي لايك، هبقى موجوده قوي بوجودك معايا. لازم تجربي العدس ده حلو قوي، بيرطب عليكي في الصيف بطريقه بشعه، مش بتحسي ان انت بتاكلي حاجه كده تقيله او دسمه، بالعكس خفيف جدا 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 وكمان مرطب لان هو ساقع. بتمنى ان انتوا تجربوه هيعجبكم قوي. بحبكم كتير، باي باي.